وحياة كتاب الله ورمضاننا المبارك وشهرنا الكريم يعود علينا وعليكم الأيام بخير. لو ما وقفت مع حالك ما حد هيوقف معاك. وحياة شهرنا الفضيل شهر رمضان المبارك المساعدت حالك بحالك يا تضيع، عشان احنا بقينا في زمن حتى في شهر مبارك اتنزعت كل شيء، اتنزعت الرحمة، اتنزعت المشاعر الطيبة، اتنزعت الطيبة، اتنزعت الأخلاقيات، اتنزعت النفس الحلوة بتاع الزمان أيام أبويا وأبوك. وحياة النبي في شهرنا الفضيل دي كل حاجة اتنزعت بإذن الله، واقفين على رجلينا وثابتين بإذن الله، صامدين على أرض الواقع مع نعمل إنجازات حقيقية. وحياة شهرنا الفضيل شهر رمضان المبارك يا هتسمعوا كل السمع الطيب وكل السمع الحلو وكل السمع الجميل، بس نصفي دي نبقى ابيض من جوه. حبة الملح دي مع ترشها في الأرض كده مع تديك خير. انت رش المحبة، رش الود، رش الصدق، رش الطيبي، رش الاحترام، رش التقدير، رش انك تبقى محبوب بين الناس، رش انك تبقى موجود بين الناس. هتقولي الناس ما تكرهني يا عمده بيومي، ما في حدش معي يكرهك، انت اللي ما تكره حالك بحالك، وانت اللي مكره الناس فيك، وانت اللي مخليش الناس تحبك من اسلوبك، من عدم احترامك للغير، من عدم رشتك للخير، من عدم حبك في الخير، من عدم عطائك، من عدم سلوكك. بإذن الله كل الخير حبب فيك خلقك، حبب فيك نفسك، حبب فيك الناس، حبب فيك الغير، حبب فيك ربك. الشهر الكريم ده محتاج دعوات، الشهر الكريم ده محتاج بركات، الشهر الكريم ده محتاج تقرا فيه قرآن، الشهر الكريم ده محتاج انك تزور احبابك واصدقائك وقرايبك وناسك واهلك، محتاج الشهر الكريم ده تبقى موجود بين الناس، محتاج الشهر الكريم ده تبقى متواجد بقراءة القرآن وبصلاتك وبزكاتك وبصيامك. وإن شاء الله كلمة أخيرة، مصر هتفضل بخير بفضل رب العالمين وبفضل الرئيس خوفه على البلد، وبفضل حكومة وجيش قادرة تحمي البلد. بفضل الله مصر آمن، بفضل الله مصر مش هتنكسر، بفضل الله مصر هتوقف على رجليه، بفضل الله أولا ثم برئيس وجيش حاكم وجيش قوي وحكومة قوية عارفة تدير البلد. حمى الله الوطن، حمى الله الرئيس، حمى الله الجيش، حمى الله الحكومة، حمى الله الشعب. ويا ريت بلاش نتفزلك كتير ونقول هنعمل ونسوي، سيبها على رب العالمين. وتحياتي ليكم بيومي أبو العمد، ربنا معاني ومعاكم إن شاء الله. شوف رشة الملح جاية إيه، شوف رشة الملح، تعال أوريهم رشة الملح إزاي جاي. تعالوا بعرق، بتعب، بكفاح، كافح. هتقولوا قمحك يا عمده بيومي خفيف لأنه ده المليحة الأولى. هتقول لي يا عمده بيومي ده أنت مش زارعه، هنقول لك زرعه متأخر، كانت آخر حاجة، ولكن هتشوف النتائج بالكفاح والعيشة من أجل عيشة أفضل